السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي صحة وسعادة وسلامة. فيديو جديد ويوم جديد ويوم كله نشاط وطاقة إيجابية وحسن ظن في الله إن اللي جاي يكون أحلى بإذن الله. تعالوا النهاردة نبدأ يوم جديد وفيديو جديد. أهم حاجة ما تنسيش الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو لسه ما اشتركتيش يا ست الكل، يسعدني ويشرفني ان تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو هنزله معاكم الفترة اللي جاية. النهارده هنعمل أكلة بسيطة، أكلة ال10 دقايق. طبعا بما انكم شفتوا كده المكونات يبقى عرفتوا احنا هنعمل ايه. تمام، زي ما انتم شايفين معانا كده انا هعمل النهارده الكشري المصري. تمام، هنعمل أكلة الكشري المصري يا حبايبي، الولاد طالبينها مني فقلت خلاص هنعملها النهارده ونمشي اليوم بتاعنا بيها. اهم حاجه صلوا على النبي حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، مولد نبوي شريف علينا وعليكم جميعا يا رب. ربنا يجعل ايامه كلها مفترجه وخير ورزق وبركه وسعيده. اول حاجه عملتها كان معايا العدس اهو، طلعته ونزلت عليه بميه مغليه. تمام كده. بعد كده هنعمل ايه؟ هناخد المكرونه. تمام، يلا بينا. اول حاجه معايا العدس، تعمليه انزل عليه بميه سخنه مغليه علشان هنقعه شويه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام اهو، وهسيبه على جنب علشان يتنجح على النار. طبعا معايا هنا مكرونه سباكيتي، ومعايا نوع مكرونه مرمريه. اي نوع عندك اعمليه، المتاح في بيتك اعمليه. ميه على النار بتغلي، حطينا فيها معلقه من الملح، هننزل بالمكرونه. بسم الله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اي نوع بتفضليه حطيه. ومعايا هنا المكرونه المرمريه اللي هي الصغيره يا بنات. بس كده نديها تقليبه ونسيبها. ما تحطيش زيت في ميه سلق المكرونه، تمام، عشان الصلصه تلزق فيها، تمام، او تمسك فيها، تمام. عشان لو حطينا زيت في الميه مش الصلصه اللي هتيجي تحطيها عليها مش هتعمل. تمام، نسيب المكرونه تتسلق وتعالوا بعد كده نشوف هنعمل ايه. بعد كده معايا كميه من البصل، هتمسكيها بقى ايه، تخرطيها جوليان بسم الله علشان نعمل التحميره بتاعه البصل. حاولي تكون القطعه صغيره ورقيقه خالص علشان تبقى مقرمشه معاكي وايه وحلوه. تمام، معايا كميه بصل حلوه كده يعني. تمام، عامه احنا مش كلنا بناكل البصل على الكشري، بس هنعمل يعني. تمام كده اهو، هعمل بس الكميه وهرجع اوريها لكم. كده كملنا كل كميه البصل جوليان كده، شرايح رفيعه، فككيها بس كده من بعضيها، وهنزل عليها بمعلقه نشا اهيت علشان بس تمتص كل الميه اللي بتبقى فيه. نقلبها كده مع بعضيها بسم الله. نزود كمان معلقه. تمام، واديها تعفيره كده، غلفيها كلها مع بعضيها بسم الله اهيت اهي، عشان لما نجليها تبقى مجرمشه معانا. تمام كده، معايا البصل جاهز والمكرونه بتتسلق. تعالى هنشوف هنعمل ايه مع بعض بعد كده. كده معايا حله على النار علشان هحط فيها كميه زيت محترمه بسم الله، لان كميه الزيت اللي احنا هنحطها دي هنعمل منها كل الكشري. نحط الكميه دي كده وهننزل بالبصل بسم الله علشان نحمره اهوت. ما تكتريش عشان يبقى مجرمش معاكي كده حلو اهوت. كميه الزيت مش كتيره علشان احنا هنستعمل منها كل الكشري، هنعمل منها الصلصه وهنعمل منها الدجه وهنعمل منها الرز اللي هنطبخه للكشري وهنحط منها على المكرونه للسلق. تمام، نحمر البصل ده كده. البصل معانا اول رصه حطيناها، طلعيه، حاولي مش يغمج منك عشان مش يمرر. تمام، هتطلعيه بس مش تطلعيه على مناديل المطبخ علشان يفضل مجرمش معاكي لاخر اليوم، لحد ما تخلصي اكل ويفيد هيضل مجرمش معاكي. انما لو حطيتيه على مناديل المطبخ بالطريه يا بنات وايه ما بيبقاش، اللهم صل على سيدنا محمد، بيروح مطري كده وما بيبقاش حلو. انما لو سبتيه من غير مناديل المطبخ زي ما احنا عاملين كده بيبقى بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله. شايفين
سامعين اهو. ننزل بالكميه التانيه بسم الله. خلاص كده اهو. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلص كميه البصل ونرجع مع بعض اهو. شايفين سامعين اهو. بعد ما خلصنا كل كميه البصل سامعين صوته اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه تفتح النفس كده. طبعا الزيت اللي عملنا فيه البصل هصفيه كده عشان هعمل منه الاكل، وفي نفس الحله اللي عملت فيها البصل اهوت ديت كده بسم الله. الزيت دوت هاخد منه شويه. طبعا المكرونه معانا هنا اتسلقت بسم الله. هاخد منه شويه من الزيت اهوت ونحطها كده على المكرونه تاخد من ريحه البصل. طبعا كشري يعني كل ريحه البصل لازم تنزل في الكشري. وهنقلب كده المكرونه هي كده بعد ما اتسلقت معانا. حطينا عليها شويه من البصل وشويه من ايه تاني يا ماما؟ فلفل اسمر. خلاص كده اهو. شويه فلفل اسمر كده بسيطه ونقلب المكرونه بالزيت والفلفل الاسمر كده بيديها نكهه بسم الله ما شاء الله، وطعمها بيبقى خطير خطير زي بتاعه المحلات بالظبط. كشري مصري على اصوله، احلى طبق كشري هتاكلوه. كده قلبنا كل المكرونه هنركنها على جنب. وتعالوا علشان نعمل ايه؟ الرز بالشعريه بسم الله. في نفس الحله اللي جالينا فيها الزيت هنعمل فيها الكشري. عشان نعمل الرز هنحط من شويه البصل بسم الله، وهنحط شعريه بسم الله اهوت، ونحمر الشعريه. معانا كوبايه من الرز المصري المغسول اهوت، كوبايه رز مصري. ومعانا العدس ابو جبه اللي كنا خمرناه يا بنات مع بعض وسيبناه يتنقع شويه. تمام. هنخلط ده على ده كده، الرز على العدس او العدس على الرز زي ما بيقولوا بسم الله. ونحمر بس الشعريه حمرت. نزلنا بالرز والعدس مع بعض ندي الرز بتاع تشويحه بسم الله. هننزل بالميه تمام، وادي الملح وخلاص على كده. وكده معانا الرز جاهز والمكرونه جاهزه. باقي معانا الصلصه. تمام. هنسيب ده يستوي وتعالوا نعمل مع بعض الصلصه. نار فيها شويه زيت من نفس الزيت برضو. ننزل بمعلقه توم عشان نعمل الصلصه بسم الله. شويه كزبره ناشفه، ما تحمريش التومه يا رب تشمي بس ريحه التوم. ننزل عليهم معلقه من الكزبره تمام. ومعانا هنا صلصه بسم الله. ممكن الطماطم عندي في الفريزر نطلعها اهيت. انزلي دي تاني يا ماما. انزل على الصلصه معلقه من الخل بسم الله اهيت. انزلي بقى ايه بالبهارات. كمون كشري يعني كمون، كزبره تمام كده. ندي الكلام ده كله تقليبه اهوت، ونسيب الكلام ده كله معانا لحد ما يتسبك. باجي معانا بس الدجه وخلاص على كده او الشطه. تمام. عايزه تضيفي شويه شطه حراجه حطي، وشويه شطه زوديها زي ما انت عايزه، تحبها حراجه سبايسي عاديه زي ما انت عايزه. وكده معانا الصلصه بقت جاهزه. يعتبر كده الاكله خلصت، مفيش غير الدجه الايه التومه بس اللي هي ليمون او الليمون بس. تمام. انا ما بعملش الشطه اللي هي السبايسي يا بنات،
فاللهم صل على سيدنا محمد. هو ده كفايه علشان الولاد وكده. بس هسيب دي كده تستوي وتعالوا نعمل مع بعض الدجه. تعالوا نعمل الدجه. معايا هنا باجي التوم وباجي الزيت اللي كان معانا. بسم الله هننزل بيه. هنعمل بقى الدجه بتاعه الكشري اللي هي اساس الكشري. تمام. تومه ننزل عليها بالزيت من بتاع البصل. معلقه كبيره كده كزبره. تمام. ومعلقه من الشطه. اهي لحد ما تشمي بس ريحه التوم مع الكزبره. تمام. هننزل بيه بالخل حوالي فنجان خل كده. تمام اهو. لاحظ ان الخل بتاعي مركز حوالي فنجان. تمام كده. عصير ليمونه او 2. بسم الله اهوت. احلى دجه ممكن تاكليها مع الكشري. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده بيكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. بحبكم في الله يا حبايبي. ما تنسوش تصلوا على النبي كتير. النهارده المولد النبوي الشريف. كل سنه وانتم طيبين ويجعلها يا رب سنه سعيده على الامه الاسلاميه اجمعين. اللهم امين. كده بقت الدجه جاهزه معانا. انزل بس عليها كوبايه من الميه. وتعالوا بقى مع بعض علشان ايه اوريكم شكل الكشري خالص بعد ما خلص. اهوت حوالي كوبايه من الميه، مج كده من بتاعه الشاي. وتسيبيها على النار تغلي. ظبطي بقى الملح بتاعها. يا بنات انا نسيت اوريكم ان انا حطيت على التخديعه نفسها بتاعه الكشري ملح. ظبطي الملح بتاعها. طبعا هو مش الكاميرا ما صورتوش. تمام. هنظبط كده الملح. ودي شكل الدجه بتاعتنا. تعالوا كده مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني. وهدا كده غرفنا الغدا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين؟ ايه رايكم بقى؟ بسم الله ما شاء الله. ده كان شكل الغدا بتاع النهارده. ايه رايكم؟ تعالوا اتفضلوا معانا. بحبكم في الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد.